بسم الله الرحمن الرحيم. بيع وشراء العملات الأجنبية، درس في الرياضة المالية في الصف الثاني التجاري. في ناس بتستغلسه أو مع إنه درس سهل. لو سألت طالب تقول له إيه العملات الأجنبية يقول لك الدولار، مع إن العملات الأجنبية كتير كتير كتير، كل بلد لها عملة، الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم، وعملات كتير، والجنيه الاسترليني، عملات كتيرة أوي. يا رب كده الدرس ده يتفهم، عشان الواحد والله العظيم بذل مجهود عشان يطلع لكم الشغل ده. الكتاب بيبدأ عندنا بمثال، والمثال ده مثال مهم جدا جدا جدا. لو احنا استوعبنا ايه اللي مكتوب في المثال كده، المثال بيقول: بمناسبة السفر للخارج اشترى شخص 1000 يورو من أحد البنوك. اوجد المبلغ الذي يدفعه العميل إذا علمت أن سعر الكامبيو في نفس اليوم لليورو بالجنيه. نقرأ المثال كمان مرة. بمناسبة السفر للخارج اشترى شخص 1000 يورو من أحد البنوك. اوجد المبلغ الذي يدفعه العميل إذا علمت أن سعر الكامبيو إيه الكامبيو ده؟ الكامبيو ده هو القسم المسؤول عن شراء وبيع العملات الأجنبية في كل البنوك، اسمه قسم الكامبيو. وقسم الكامبيو ده بيديني أسعار بيع وشراء، والأسعار دي بيديهاني زي كده. بيقول لي عندك بنك نوت وعندك تحويلات، ومديني سعر شراء وسعر بيع في البنك نوت، وسعر شراء وسعر بيع للتحويلات. عايزين نحل المسألة طبعا أعزائي الطلبة كده. عايز الطالب يبدأ في الحل. طيب اكتب معايا كلمة الحل كده لو سمحت في كراستك كده. وطالما كتبت الحل أنا عايزك لو سمحت تقرأ المسألة تاني. اقرأ المسألة تاني. بمناسبة السفر للخارج اشترى شخص 1000 يورو. واحد مسافر هيتغرب رايح أوروبا، عايز 1000 يورو يسافر بيها. راح للبنك يشتري 1000 يورو من أحد البنوك، عايز يبقى معاه 1000 يورو وهو مسافر. بيقول لي اوجد المبلغ الذي يدفعه العميل إذا علمت أن سعر الكامبيو في نفس اليوم لليورو بالجنيه، وجايب لي الأسعار. طب يا شيخ وحياة، يعني أنا مش عارف، أنا قريت المسألة كذا مرة، وغلاوة خالتي بهانة اللي أنا ما بحلفش بيها كده، أنا قريت المسألة كذا مرة، ما شفتش إن الراجل ده عايز يحول 1000 يورو. أصل كلمة يحول دي بتبقى مذكورة في المسألة، هو عايز يحول ابنه اللي بيدرس بره، عايز يحول. لا 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 لا، ده ما بعتش شيك لمراته اللي قالت له ابعت لي شيك والنبي عشان العيال مش لاقيين ياكلوا في مصر. المسألة ما فيهاش تحويلات خالص. ده واحد مسافر وعايز 1000 يورو. يا رب نكون نفهم ان المسألة ما فيهاش تحويلات. فهمت ان المسألة ما فهمش؟ يعني اهم حاجة تفهم مسألة ما فيهاش تحويلات. خلاص يا عم الغي التحويلات، الغي التحويلات. لغينا التحويلات، بقى بنك نوت، اتبقى البنك نوت، اتبقى شراء وبيع البنك نوت. خلاص انا لغيت التحويلات، الغيها. انا عايزك تشطبها في الكتاب دلوقتي. خلاص المسألة مش تحويلات، اشطب كده كلمة تحويلات، شخبط عليها. طب اتبقى البنك نوت. البنك نوت ايه كلمة بنك نوت؟ في طالب يقول لك ايه بنك نوت؟ الفلوس، الورق اللي في جيبنا ده اسمه بنك نوت. الفلوس لما ناخدها في ايدينا اسمها بنك نوت. اي فلوس معانا، دولارات، ريالات، جنيه بالمصري، اسمها بنك نوت. طب هو اتبقى لي في البنك نوت شراء وبيع. انا عايزك تقول لي هتستخدم سعر الشراء وسعر البيع، هتستخدم سعر الشراء والبيع مع بعض ولا هتستخدم واحد؟ اكيد هتستخدم واحد بس، للشراء للبيع. طب ما هو كاتب في المسألة، كاتب في المسألة اشترى شخص. ركز 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 ركز. ده هو كاتب اشترى شخص، اشترى شخص، اشترى شخص. ايوه طالما اشترى يبقى هنلغي البيع ونسيب الشراء. لا يا حبيبي، لا يا بابا، لا يا ناصر. هو هو الشخص داخل يشتري، البنك هيعمل ايه؟ انا داخل اشتري، يبقى اللي قدامي ايه؟ اللي قدامي هيبيع. احنا لينا دعوة بالبنك، مش لينا دعوة بالشخص. الشخص داخل يشتري بس البنك هيبيع، يبقى السعر اللي هنستخدمه سعر البيع، سعر البيع. يبقى انا لغيت كله وسبت سعر البيع. انا عايزك تركز معايا بقى في الشاشة بقى، عشان انا هلغي كلمة من المسألة كده. عايزك تبص في الكلمة اللي هلغيها من المسألة. يعني انا عايزك ده انا لغيت كلمة اوجد.
لغيت كلمة اوجد. شايفين بصوا كده بحلقوا في المسألة، هتلاقي كلمة اوجد أنا مسحتها. طب هي كلمة اوجد اللي مسحتها دي مكتوب بعدها إيه؟ مكتوب المبلغ الذي يدفعه العميل. هو الراجل عايز المبلغ الذي يدفعه العميل. طب يلا بقلمك كده يا عم اكتب المبلغ الذي يدفعه العميل يساوي ده هو 1000، هنضربها في السعر البيع اللي احنا سبناه، هيطلع العميل هيدفع 5379 جنيه قصاد 1000 يورو، هيدفع 5379 جنيه. يبقى عشان ياخد 1000 يورو هو مسافر، يروح البنك ومعاه 5379 وهيدوله مكانها 1000 يورو. يبقى المسألة أنا لغيت منها حاجات كتير وسبت سعر البيع. طب يا أستاذ أنا عايز أفهم أكتر. عايز تفهم أكتر؟ أنت فاتح الكتاب؟ هات المثال التاني في الكتاب وأنت تفهم أكتر. كده بص في المثال التاني في الكتاب بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي سائح أجنبي أراد استبدال 4000 يورو من أحد البنوك، اوجد المبلغ الذي يحصل عليه إذا علمت أن سعر الكامبيو. أنت خلاص فهمت يعني إيه كامبيو ده قسم المسؤول عن البيع والشراء في البنك. إذا علمت أن سعر الكامبيو في نفس اليوم لليورو بالجنيه. هو مديك الأسعار، والأسعار مدينا بنك نوت وتحويلات، مدينا أسعار بنك نوت وتحويلات، وأنت عايز تحل. طب ماشي أنا هخليك تحل. اكتب الحل كده. ماسك ورقة وقلم أنت شاطر. كتبت الحل، عايزك تقرأ المسألة كمان مرة. سائح أجنبي يا أستاذ أراد استبدال 4000 يورو. راجل جاي لنا مصر كده، الراجل معاه 4000 يورو، وطبعا في مصر هو مش هيشتغل باليورو، مش هيتفسح ومعاه يورو. ده عايز ال 4000 يورو عايز يبدلهم بالإيه؟ بالمصري. عايز يبدلهم بالمصري. ده مش عايز يبعت فلوس لحد، ده مش بيبعت فلوس لمراته. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ده مش هيحول فلوس. خلاص يا استاذ نلغي التحويلات. طالما مش هيحول نلغي التحويلات. اتبقى ايه؟ اتبقى البنك نوت. طب البنك نوت ده شراء وبيع. انت هتسيب مين؟ ده مكتوب اراد استبدال. انا ما فهمتش اراد استبدال يا اخي، ما فهمتش ايه. واحد اجنبي سائح معاه 4000 يورو عايز يبيعهم وياخد مكانهم مصري. ايوه يا استاذ، طالما خلاص انا فهمت، عايز يبيعهم يبقى الغي الشراء وخلي البيع. انت كده مش فاهم. هو عايز يبيعهم يبقى البنك اللي هيشتريهم منه، احنا عايزين البنك، البنك هو اللي هيشتري وهيبيعهم لأي حد. ده هيبيعهم للبنك، يبقى البنك هيشتري. أهم حاجة البنك هيشتري. طب أنا سبت سعر الشراء. شوف كلمة اوجد امسحها. شوف كلمة اوجد وامسحها واكتب المبلغ. يلا حل بقى. المبلغ الذي يحصل عليه بيساوي هم 4000 يورو في السعر الشراء اللي انا سبته، هيطلع 21488 جنيه. طب ما سهله اهي، ما فيهاش حاجه يعني، ما فيش مشكله. ادي تاني مثال. انا سبت سعر، هو مش محلول كده قدامك في الكتاب. طب احنا تعبنا في ايه يعني؟ انت فاتح الكتاب بتفهم قدام. اهم حاجه تكون الكتاب قدامك، ما الامثله دي امثله الكتاب. طب يا استاذ ناخد مثال كمان. بيقولوا التالتة تابتة كده. ناخد مثال 3 في الكتاب. انت فاتح الكتاب، انا فاتح الكتاب يا استاذ. ده مثال 3 ده كبير يا استاذ. قدم احد السائحين العملات الاتيه لاحد البنوك لاستبدالها بالعمله المصريه شيك سياحي بمبلغ $2000 5000 جنيه استرليني
وعند المغادرة تبقى معه 16,200 جنيه مصري تم استبدالها بالدولار. احسب ما يتسلمه من البنك عند حضوره. 2. عدد الدولارات التي يحصل عليها عند المغادرة. إذا علمت أن سعر الكامبيو، هنقول كل شوية كامبيو، قسم التغيير العملة في البنك اسمه الكامبيو. طب أسعار الكامبيو إيه؟ أسعار الكامبيو جاية لك في الكتاب، جايب لك أسعار الدولار وأسعار الجنيه الاسترليني عشان المسألة فيها دولار وفيها جنيه استرليني. جايب لك أسعار بنك نوت وأسعار تحويلات. وأنت عايز تحل اكتب كلمة الحل. يلا اكتب الحل. كتبت الحل؟ كتبنا الحل. قريت المسألة؟ اقراها تاني كده. اقراها تاني. أيوة أنت بتقرا، أنا عارفك بتقرا وعارفك شاطر في القراية. طب الراجل ده يا شيخ عايز يحول فلوس فين؟ أنا عايز أفهم إيه الكلمة اللي خلتك يعني تقول إن الراجل ده هيحول. الراجل ده مش هيحول فلوس، ده الراجل عايز يستبدلها، عايز يحطها في جيبه. معاه دولارات ومعاه جنيه استرليني، عايز يبدلهم مصري كده، عايز يحطهم في جيبه، يعني مش هيحولهم لحد، ده عايزهم بنك نوت. يعني هو مش عايز تحويل. والله مش عايز تحويلات. خلاص انا عارفك انت، طالما كده يبقى انت شطبت التحويلات. شاطر 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 شاطر. طالما شطبت التحويلات شاطر. انت كده سبت البنك نوت. طيب انا دلوقتي سايب شراء وسايب بيع. يا راجل ده سائح. شايف انت؟ شفت كلمة سائح اللي اتلونت دي؟ ده سائح. ايوه السائح معاه فلوس اجنبية وعايز يبيعها. ايوه طالما عايز يبيعها يبقى هلغي الشراء. هقول لك تاني يا اخي، التالتة تابتة. ايوه هو فعلا عايز يبيعها، بس احنا ملناش دعوة بالسائح، احنا دعوة بالبنك. هو مين اللي هيشتريها منه؟ البنك. يبقى هنسيب الشراء. سيبنا الشراء لان البنك هيشتري منه الفلوس الاجنبية. طب تعالى كده نشطب كلمة احسب. الله، ده انا شطبت كلمة احسب مش اوجد. هو بيقول لي احسب ما يتسلمه من البنك. لا انا عارفك بتقول هو هيتسلم كتير، الاجنبي ده هيتسلم كتير. ليه هيتسلم كتير؟ لانه ده هياخد ثمن الدولارات وثمن الجنيه الاسترليني. فنكتب كده بالقلم ثمن الدولارات. ده هياخد ثمن الدولارات. ايوه الدولارات 2000 في سعر الشراء اللي احنا سيبناها، هيطلع ثمن الدولارات 10,788. ما هي مكتوبة قدامك كده في الكتاب، ما انت فاتح الكتاب. ثمن الدولارات هيبقى 10,788. لسه هيستلم تاني، ده هيستلم ثمن الجنيه الاسترليني. ايوه لسه هياخد فلوس تاني 5,000 في سعر الجنيه الاسترليني بتاع الشراء اللي احنا سيبناه. ده هياخد 39,660. هو كده خد ثمن الدولارات وثمن الجنيه الاسترليني. كده نقدر نكتب ما يتسلمه من البنك. أنا بنقل اللي بعد كلمة احسب ما يتسلمه من البنك عند حضوره. الفلوس اللي خدها في الأول ثمن الدولارات زائد الفلوس اللي خدها ثمن الجنيه الاسترليني، هنلاقي الراجل ده خد 50,488. يا عم الأجنبي اصرف براحتك في مصر بقى، أنت معاك 50,000. أنت معاك 50,448 جنيه. اصرف بقى وتمتع وتفسح وروح الهرم ولف في مصر كده زي ما انت عايز، ازور الأقصر وأسوان. طب وهو الراجل ده بعد ما مسافر كده، انا عارف انت بتبص على ايه؟ على 16,200. عارف انت عينك جت على 16,200. ال 16,200 دول اتبقوا معاه بالمصري. 16,200 دول اتبقوا معاه فلوس مصرية. طب هو هيرجع بلده بالفلوس المصرية دي؟ لا، ده هو عايز يبدلها ايه؟ دولارات. عايز يبدلها دولارات. الراجل ده عايز حد يبيع له دولارات عشان يسافر ومعاه دولارات. عايز حد يبيع له. مين اللي هيبيع له؟ البنك. طب ما تعال، البنك هيبيع له. نسيب له البيع بقى. سيبنا له البيع بتاع الدولار. بص الحركة دي بقى، هو عايز دولارات، البنك هيبيع له، سيبنا له البيع بتاع الدولار.
طب كده نقدر بقى نجيب له عدد الدولارات. نقول له عدد الدولارات بيساوي 16. دي على المرة دي. لما اعرف عدد الدولارات اقسم على سعر البيع، هيطلع الراجل ده هيرجع بلده ومعاه 3000 دولار. 3000 دولار. والله العظيم درس سهل. يا رب يكون كده قدرنا نوضح المسائل بتتحل ازاي. يا رب الناس تكون فهمت، بس الناس هتفهم لو ماسكه ورقه وقلم. لو الفيديو عجبك احنا هنكمل باقي المسائل بنفس الطريقه، لو ما عجبكش خلاص مش هنكمل، ونشوف كده لو الناس فهمت هنكمل. الناس مستصعبه الدرس لسه، يبقى احنا اللي عملناه ده ملوش اي لازمه. بالتوفيق والنجاح لكل الطلبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.